بعد محاولات توغل مخابرات العسكرية الجزائرية في النظام العسكري الموريتاني، وبعد الزيارة ديال تبون لموريتانيا الأخيرة، وبعد الزيارة ديال الرئيس الموريتاني الغزواني للمغرب واللقاء ديالو مع الملك محمد السادس، مباشرة بعد الرجوع ديالو من المملكة المغربية تم إقالة العديد من الجنرالات الموريتانية والعديد من الضباط في الجهاز العسكري الموريتاني، وذلك راجع أن حسب مخابرات الموريتانية العسكرية، وكذلك في علم مخابرات المغربية، بأن هناك محاولة انقلاب عسكري على الغزواني، لذلك هو تغدى بهم قبل ما يتعشوا به. وهذا مخطط من النظام العسكري الكبراناتي الجزائري للاستحواذ على السلطة في موريتانيا، وذلك بدعمهم للانقلاب العسكري ضد الغزواني. ثم بعد ذلك سيتم ترحيل جبهة البوليزاريو إلى شمال موريتانيا وإعلان الحرب على المغرب بصفتهم أنهم حرب استقلالية للاستحواذ على الصحراء والذهب. إذن هذه كانت خطة فاشلة للنظام الكبرناتي، وبتنسيق محكم بين الأجهزة المخابراتية تم القضاء على هذا التيار المعارض في الجهاز العسكري الموريتاني. إذن هذا كله لمنع المغرب من تطوير الاقتصاد الإفريقي مشاركة موريتانيا. لذا التوجه الاقتصادي للمغرب في إنشاء دول المحيط الأطلسي والتعاون الاقتصادي والصناعي الذي سيقومون به مستقبلا، ذلك من جهة الاقتصاد ما يسمى بالاقتصاد البحري. الاقتصاد البحري هو الاقتصاد المستقبلي للمنطقة وبالخصوص دول الساحل المحيط الأطلسي. بمعنى آخر أن الاقتصاد الأرضي اللي هو كيتشكل في الأرض وما تحتها من غاز وبترول، أنه مستقبلا المغرب سينمي ويطور هذا الاقتصاد في المحيط الأطلسي ديالو، بمعنى أن المساحة البحرية المائية الأطلسية التي في حق المغرب في المحيط الأطلسي تساوي تقريبا المساحة الأرضية للمملكة المغربية. لهذا كل الخطوط التجارية التي سيقوم بها المغرب في تطوير وإنتاج وتسويق هذا النمط الاقتصادي الجديد سيقوم عبر المحيط الأطلسي. لهذا لن تستغربوا إذا كانت موريتانيا تدعم هذا البرنامج الأطلسي، ولا تستغربوا إذا رأيتم موريتانيا من 5 سنوات من الآن أنها ستكون كذلك من القوى الاقتصادية الإفريقية التي ستساهم كذلك في تطوير هذا النظام الاقتصادي التجاري الأطلسي المغربي. شكرا لكم.